قبل ما نبدأ مشكلة النهاردة، يا ريت من فضلكم كلنا ننزل نصلي على الرسول في التعليقات. وصاحبة مشكلة النهاردة بتقول: أنا سيدة عندي 40 سنة، متجوزة وأنا صغيرة خالص، كان عندي 18 سنة. عشت قصة عذاب مع زوجي، اتحملت كتير وشفت أكتر منه. بيطلب مني طلبات غريبة، طلبات حرام ما ترضيش ربنا وتغضب ربنا. ولما كنت بقول لا وبرفض، كان بيبقى رد فعله ما يرضينيش ابدا. كنت بشوف معاه العذاب الوان حرفيا. اتجوزت سنين طويلة، عشت اكتر من 10 سنين معاه، جوازة على الورق بس. يعني عايشين في بيت واحد بس احنا منفصلين. تعبت، مش عارفة اعمل ايه، حاسة ان مشكلتي ملهاش حل، مش عارفة اتصرف. يا ريت من فضلكم تسمعوا مشكلتي للنهاية وتقولوا لي اعمل ايه، علشان انا دماغي وقفت، ما بقتش عارفة اعمل ايه. ما كانش عندي اي خبرة في الحياة خالص. يا دوب انا اخدت الدبلوم، كان معايا دبلوم تجارة. احنا من عيلة اجتماعية كويسة جدا، وضعنا الاجتماعي والمادي كويس جدا. اخدت الدبلوم، اتقدم لي العريس ده، اهلي جوزوهولي. ما كانش عندي اي خبرة في الحياة ولا اعرف اي حاجة في الدنيا، ابيض، ولا عندي اي خبرة. كان هو اول راجل يدخل في حياتي، كنت بحبه جدا. انا متربية، اهلي ناس محافظين، عارفين ربنا، عارفين الحلال، عارفين الحرام. ابويا راجل شيخ وملتزم وبيخاف ربنا جدا. كبرنا وعلمنا وربانا على الدين والاخلاق والحلال والحرام، وكان بيخاف من ربنا قوي. يعني انا نشأت في بيت ملتزم دينيا. اتجوزت زوجي ده بعد ما خلصت الدراسة على طول، في فترة الخطوبة. اتقدم لي، كان هو شقته جاهزة وجاهز ان هو يتجوز على طول، وبابا ما اعترضش ان هو يجوزني علشان احنا ما عندناش فترة خطوبة بتطول. يعني بابا كان راجل ملتزم جدا وشيخ زي ما قلت لكم، قال فترة الخطوبة ما تطولش. اتخطبنا بس 6 شهور، وبابا قال ايه تدخل في خلال ال6 شهور ده، قال له انا كمان جاهز. بعد كام شهر من الخطوبة، طلب من بابا ان هو يكتب الكتاب. بابا رفض، قال له احنا عندنا في عاداتنا هنا في العيلة مفيش كتب كتاب غير قبل الفرح بيوم او يوم الفرح اقصى حاجة، لكن مفيش كتب كتاب قبل الفرح. قعد يتحايل على بابا ويزن على ماما ويلح عليهم. انا عايز دي هتبقى مراتي حلالي، خلاص ده هي كلها ايه، شهر، شهر بس وندخل ونعمل الفرح. احنا خلاص حجزنا القاعة وبنشطب في الشقة وبنخلصها، ده هي كلها شهر، يعني كلها ايام ونتجوز. لحد ما بابا كان رافض رفض تام. دخل بقى عمي، كلم عمي، خلى عمي يقنع بابا ويتحايل عليه ومعرفش ايه، لحد ما بابا وافق وقال له بس هو شهر بس. وفعلا رحنا حجزنا القاعة ودعوات الفرح وكتبنا الكتاب قبل الجواز بشهر واحد فقط. بعد كتب الكتاب لقيت خطيبي ده حاله اتبدل خالص. حسيت ان هو عصبي جدا، بيتعصب، اخلاقه مش زي ما كانت واضحة معايا. شكاك، بيكلمني بطريقة وحشة، انت بتكلمي بيه في الموبايل، يمسك موبايلي يفتش في الواتساب كلام كده. يعني حسيت ان هو شكاك، وحسيت ان انا اتغشيت فيه، او ان احنا هو ضحك علينا او ضللنا. يعني حسيت كده ان هو ايه، انسان مش كويس. مرضتش اتكلم مع اهلي او مع بابا علشان ما زعلهمش طبعا واكسر فرحتهم. ده خلاص الدخله فاضل لها ايه، ايام، يعني الشهر بقى عدى، اسبوع في اسبوعين، خلاص بقى فاضل لنا ايام بس ونتجوز. في يوم من الايام كنت رايحه ازور خالتي، كانت عامله عمليه، انا وماما واخواتي رحنا نزور خالتي. انا كنت بنت حلوه جدا، معجبه بنفسي ومهتمه بنفسي جدا. انا لبسي ملفت شويتين ثلاثه، بس انا كنت مهتمه بنفسي وحلوه واعجب اي راجل. فهو اول ما شافني وانا رايحه عند خالتي مع ماما، عامله بقى ميك اب ولابسه لبس حلو قوي وشكلي حلو وملفت، قال لي ايه، روحي ارجعي، مش هتروحي عند خالتك. قلت له لا، انا رايحه عند خالتي مع ماما. مسك التليفون وراح اتصل ببابا: رجع بنتك، بنتك ما تروحش، بنتك ما تطلعش، بنتك خلاص بقت على اسمي، بنتك بقت مسؤوله مني، رجعها. انا بس اللي مسؤول منها، انا اللي اقول تروح وما تروحش، انا اللي اقول تخرج وما تخرجش، رجع بنتك. بابا قال له اتكلم بطريقه كويسه واتكلم بادب.
وقتها بابا تأكد ان هو انسان مش كويس، وضحك علينا وضللنا وغشنا. هو كان بيمثل، كان بيرسم الادب والاخلاق، لكن هو بني ادم مش محترم، مش مؤدب. بابا قال له اتكلم كويس، انا بنتي. بابا قال له اتكلم كويس، انا بنتي عارف هي رايحه فين، وبنتي مسؤوله مني. بنتي مسؤوله مني علشان هي في ولايتي، هي لسه في بيتي. لما تروح ولايتك، لما تروح بيتك، تبقى تحكم عليها، تبقى تقول لها انت رايحه فين وجايه منين. غير كده بنتي في ولايتي، بنتي في طوعي، بنتي في بيتي، انت مالكش اي تصرف عليها ولا اي حكم عليها، ولا تقول لها انت رايحه فين ولا انت جايه منين. لو اتعاملت معاها بالطريقه دي تاني، لو كلمتني انا كمان بالطريقه دي تاني، انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اطلقها منك دلوقتي. ما عنديش مشكله في الطلاق، تطلقها دلوقتي. طبعا بابا زعل منه جدا، وجه اتكلم معايا واشتكالي ان احنا اتغشينا فيه، ان هو انسان مش كويس. انا ما عرفتش ارد على بابا، كنت زعلانه قوي. كمان كنت عايزه اسيبه، بس الموقف حرج جدا، ده فاضل ايام على الفرح. طب الناس هتقول ايه؟ طب شكل بابا هيبقى عامل ازاي؟ لحد ما تمت الجوازه وجه يوم الفرح. جه يوم الفرح، بابا في القاعه جه اخدني من ايديا بيسلمني ليه. بابا مش طايق حتى يبص في وشه، مش عايز يشوفه. بابا قرفان منه جدا. ما كانش فيه وسيله تواصل بينه وبين بابا من يوم المشكله دي بعد كتب الكتاب وانا رايحه عند خالتي. اتجوزت. بعد ما اتجوزت، تاني يوم الفرح اللي هو يوم الصباحيه، عاده عندنا زي عند اي حد، الاهل بيجوا يباركوا ويهنوا ويقدموا نقود للعروسه وللعريس ويباركوا. اهلي جايين يباركولي، بيخبطوا على باب البيت. طبعا انا ساكنه في بيت عيله. مامته نزلت فتحت لاهلي، قالت لهم العريس والعروسه مش موجودين، دول سافروا. طب سافروا راحوا فين؟ ما نعرفوش. كانوا اخدوا كمان مني، هو اخد مني الموبايل وسابه عند امه تحت علشان ما تواصلش مع اهلي. يعني ماما المفروض بتسال عليا، عامله ايه، اخبارك ايه، طمنيني عليكي، محتاجه حاجه، تيجي الصباحيه تبارك لي واهلي يجوا يباركوا لي. كل ده قطعني عن الناس وعن اهلي، وقال لي بصي، انا مش عايزك ولا حد يجي في بيتي ولا حد يدخل. انت كان عندك في بيت ابوكي بقى نظام تاني، اهلك يجوا، خالاتك وعماتك وعيال خالاتك وعيال عمامك يجوا ويباتوا في الافراح وتقعدوا وتضحكوا وتهزروا. الكلام ده ما ينفعش في بيتي خالص، هنا محدش يدخل بيتي. طبعا انا لسه عروسه جديده، زعلت وانهارت وقعدت اعيط، اتخنقت، معرفتش ارد عليه. انا متربيه، مش عارفه اغلط فيه، مش عارفه ارد عليه، مش عارفه اتصرف معاه ازاي، مش عارفه حتى اتواصل مع اهلي احكي لهم. قلت خلاص يا بت، اصبري وعيشي وتحملي. عدى اول فتره جواز، اكتشفت بعد كده ان هو علاقته مش كويسه، مش احسن حاجه مع اهله ومع مامته ومع باباه. يعني بيشتموا بعض، الفاظ مش كويسه، بيغلطوا في بعض، كمان حقد وغل الاخوات من بعض، ما بيحبوش بعض. مفيش صله رحم ولا قرابه ولا حب ولا حنان لبعض، مفيش الكلام ده. اخته كمان كانت بتغير مني جدا، بتسخن حماتي وحماية عليا وتقومهم. اخوه ومرات اخوه كانوا بيتدخلوا في ادق تفاصيلنا، حتى طلبات البيت، نازلين انا وجوزي نجيب طلبات البيت، انتوا جبتوا ايه، انتوا عملتوا ايه. كل تفاصيله عندنا متابعينها، متدخلين في حياتنا بشكل وحش جدا. مش عارفه اخد راحتي في بيتي. بعد شهرين من الجواز حصل حمل، خلفت اول طفل. طبعا انا كنت زعلانه جدا عشان انا ما كنتش مرتاحه، بس انا كنت تعبانه في حملي قوي. ما كنتش حتى قادره اتواصل مع اهلي ولا اشوف ماما، وكانت اعصابي تعبانه من الحمل، وتعبانه كمان عشان اهلي بعيد عليا، علشان هو قطعني من اهلي. يعني اهلي حتى ما بقوش يجوا ولا يسالوا عليا ولا يعرفوا عني اي حاجه. آه بعد كام شهر ولدت وقمت بالسلامه وربنا رزقني بولد. بعد ال40 حصل حمل تاني مفاجأة، ودي كانت الصدمة الكبيرة بالنسبة لي، ان انا اطلع حامل للمرة التانية وكده. كانت بعد الحمل التاني ده الدنيا اسودت في وشي، وتأكدت ان انا مش هقدر اخرج من بيت العيلة ده. انا مش مرتاحة هنا، انا عايزة اخد جوزي وولادي ونعيش بره في اي مكان تاني. بس في نفس الوقت اخلاقي وتربيتي ما تسمحليش ان انا اخد جوزي من اهله واقطعه من اهله زي ما هو عمل معايا. جوزي كان تصرفاته وحشة معايا جدا، يشتمني ويضربني ويهني. كمان في العلاقة الخاصة كان بيطلب طلبات حرام، عايز وبيشوف افلام اباحية اللي هي افلام سكس، عايز يعمل معايا اوضاع حرام وحاجات كده تخالف الشرع في العلاقة الخاصة. لما كنت اقول له حرام عليك، يقول لي مالكيش دعوة.
مفيش حاجة اسمها حرام. ربنا قال الزوجة تعمل أي حاجة جوزها يقول لها عليها، أيا كانت الحاجة اللي بيطلبها منها جوزها الزوجة تعملها عشان تطيعه وترضي جوزها. أقول له ده حرام، ده ربنا ما قالش كده. يقول لي أنا أعمل كل اللي على كيفي، أعمل كل اللي على مزاجي، أنا أعمل كل اللي أنا عايزه. ولما كنت أرفض أعمل معاه علاقة خاصة بالتصرفات الحرام اللي عايزها، يضربني ويشتمني وينهني ويفرج عليا الناس ويشتمني بأسوأ الألفاظ. تعبت، ما بقتش عارفه اعمل ايه، وعندي دلوقتي ولدين. هخرب البيت، هتصل باهلي هقول لهم ايه؟ بابا صعب جدا هيطلقني، مش هيفكر في اي حلول، هيطلقني وبس. بابا اصلا مش طايقه ومش حابه من واحنا مخطوبين بعد كتب الكتاب، من الموقف القديم اللي عمله معاه. اكتشفت ان هو بيكلم ستات على النت. طبعا هو اخد مني الموبايل بعد الجواز وما بقتش امسك موبايل. حاولت كده اتتبعه وعرفت الباسورد بتاع تليفونه، وفتحت تليفونه ودخلت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده على التليفون. بيكلم ستات على الواتساب، عنده صور ليهم وحشة جدا، مخلة بالآداب، شكلهم كده في غرف نوم ستات. وشات شات شات ومحادثات وحشة جدا بينه وبين ستات وبين بنات، وصور وفيديوهات وحاجات مقرفة جدا. يعني بيعمل كل حاجة تغضب ربنا، عايز يعمل معايا علاقة بطرق حرام. بيعمل علاقات مع ستات على النت، كمان صور وفيديوهات لستات على النت، بيشاهد أفلام إباحية، بيشتمني، بيضربني، بيهني. مش مرتاحة معاه خالص، مش عارفة أعمل إيه. جيت في يوم من الأيام تعبت جدا، أخدوني ودوني للدكتور. الدكتور قال لي دي جات لها جلطة. فماما وبابا بيسالوه ايه اللي ادى الى ان انا يجيلي جلطه، يعني انا وصلت ازاي للمرحله دي؟ جلطه، جلطه في القلب، ده من ايه يعني؟ ايه اللي وصلني لكده؟ راح قال لهم هي تعرضت لضغوط نفسيه عملت معاها جلطه، شويه زعل عملوا معاها جلطه على القلب. قعدت اتعالج فتره طويله من الجلطه، حقن بقى وعلاج طبيعي، وقعدت في المستشفى اكتر من شهر ونص بتعالج من الجلطه. تعبت جدا، وانتوا عارفين العلاج الطبيعي متعب جدا جدا. انا كنت خرجت من المستشفى على بيت اهلي، جه قال لي ايه يلا نروح علشان خاطر ولادنا وما اعرفش ايه. اخدت بعضي ومشيت. انا طبعا قفلت منه جدا، مش عايزه اروح، انا خلاص مش عايزاه. انا مش عايزه حاجه غير انا اتطلق. وفي نفس الوقت ما اتكلمتش ولا فتحت بقي لاهلي ولا قلت لهم هو بيعمل فيا ايه ولا حياتي ماشيه ازاي. انا اهلي كانوا يعرفوا ان انا مبسوطه وهو شخص كويس وبيعاملني كويس وحياتنا كويسه وعندنا اولاد وعايشين سعداء قوي. ما كنتش بحكي لاهلي اي حاجه علشان خايفه والدي يطلقني علشان خاطر ولادي. انا عايزه ولادي يتربوا في حضن ابوهم في وسط اهلهم، ما يتربوش هم في مكان وابوهم في مكان تاني. وفي نفس الوقت انا هجيب منين شقه اعيش فيها انا وولادي؟ هو ملزم بتكلفه ومصاريف ولاده. رجعت معاه البيت قلت له بص انا مش طايقه اشوفك ولا طايقه اقعد معاك، انت تطلقني علشان انا بجد مش عايزاك، انا خلاص مش عايزاك، انا تعبت. يعني انت جبت لي جلطه في القلب هتوصلني لايه تاني؟ انا مش عايزاك. راح قال لي طيب تمام اهدي بس وانا هطلقك. قلت له انا مصره على الطلاق. راح طلقني. بعد ما طلقني فعلا لقيته بالليل بيدخل يتهجم عليا وانا نايمه مع ولادي في غرفه النوم، عايز يمارس معايا علاقه خاصه. يعني تصرفات كده كلها حرام. بقيت ازقه واقول له انت ايه اللي بتعمله ده؟ ده حرام، انا خلاص كده محرمه عليك، احنا اتطلقنا. يقول لي لا مفيش حاجه اسمها محرمه عليا، ما انا ممكن اردك ونرجع في اي وقت، احنا لسه في وقت العده. زهقت واتخنقت، ولما كنت ارفض يضربني ويجيبني من شعري ويبهدلني. انا اتطلقت وعايشه معاه في نفس البيت، طب كده انا ما عملتش حاجه. طب انا عايزه اخرج مش هقدر اخرج. طب خلاص هو ينزل يعيش مع اهله في شقة اهله تحت ويسيبني انا وولادي فوق. اتكلمت مع ابوه، ابوه قال لي لا ابني هيجي فين؟ ابني ما ينزلش تحت، ابني ما ينزلش ويسيب شقته، هو قاعد في شقته. انت عايزه تاخدي ولادك وتمشي تروحي بيت ابوكي براحتك، لكن ابني مش هيسيب شقته. طب انا لو رحت بيت اهلي هيطلقوني فعلا رسمي منه، وولادي هيتربوا بعيد عن ابوهم، وده انا مش عايزاه. انا عايزه ولادي يتربوا في حضن ابوهم. مفيش حد ساعدني. بعد ما طلقني وانا عايشه معاه في نفس البيت، قلت له انا هنزل اشتغل اصرف على نفسي، وانت انزل اشتغل، وانت انزل اشتغل واصرف على اولادك، انت تكفل باولادك. فعلا كان بيصرف على اولاده وانا نزلت اشتغل. بعد كده بقى كان بيجي عايز يعمل معايا علاقه خاصه ويتحايل عليا ان احنا نرجع لبعض وانا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. في يوم راح قال لي طب تعالي نكتب عرفي وما تقوليش لحد وخلي الموضوع ده بيني وبينك.
يعني انا بعد ما كنت متجوزاك رسمي في النور قدام الناس كلها، دلوقتي احنا متطلقين وعايشه في بيت واحد انا وانت علشان خاطر ولادنا، تكتب عليا عرفي؟ راح قال لي اه، اسمعي بس وملكيش دعوه وما تقوليش لحد. انا رفضت، ورحت قلت له انا مش هوافق بحاجه زي كده، انا مش هتجوز عرفي، انا كنت متجوزه رسمي، انا مش هتجوز عرفي. في يوم من الايام جه بالليل اتهجم عليا وهيضربني، عايز يعمل معايا علاقه خاصه، مرضتش، راح ايه مسكني ضربني. قعدت اصرخ، الناس اتلموا، الناس سمعت بيا، اتفضحت قدام الناس، شكلي بقى وحش جدا قدام الناس. الناس عرفوا ان هو طلقني وانا عايشه معاه في بيت واحد عشان خاطر عيالنا. الناس طب ليه كده، طب ما ترجعوا، طب ما تعملوا. مبقتش عارفه اعمل ايه. بامانه انا تعبت وزهقت. قولوا لي اعمل ايه؟ انا لو قلت لاهلي ابويا هيطلقني وهعيش في بيت اهلي مع ولادي ومش هرجع له تاني. انا مش قادره اعيش معاه، ده شخص تعبني بكل المقاييس، مش لاقيه حلول معاه. بالله عليكم فيدوني، قولوا لي اعمل ايه، اتطلق ولا اكمل معاه علشان خاطر ولادي، ولا اعمل ايه عشان انا ما بقتش عارفه. طيب الحل بقى هقوله لك من خلال رايي الشخصي انا، وطبعا هستنى راي الناس اللي بتسمع الفيديو وتشوفنا هنا في التعليقات. يا ريت حضراتكم تكتبوا لها رايكم في التعليقات علشان تختار الحل المناسب لمشكلتها. بصي يا حبيبتي، ده ما بيخافش ربنا. اللي ما بيخافش ربنا مش هيتقي ربنا فيكي. هو بيشتمك ويضربك ويهينك وبيعمل معاكي كل التصرفات الحرام، يعرف ستات على النت، علاقات قذرة، كل حاجة وحشة بيعملها، مفيش حاجة حلوة بيعملها ولا معاكي ولا مع غيرك. يعني عيشته كده كلها على بعض حرام في حرام. انا من رأيي ان انت تصوني نفسك وتلمي اللي باقي منك وتبلغي اهلك ووالدك يطلقك، وتقدري تعيشي في بيت اهلك مع اولادك وتنزلي تشتغلي، وبعد ما تشتغلي تقدري تجيبي سكن لوحدك وتعيشي انت واولادك. ممكن ربنا يرزقك بزوج صالح يعوضك عن المأساة وعن الحياة المقرفة اللي انت عشتيها مع راجل زي ده، لكن ده شخص لا يؤتمن. كمان انا كمان عايزه اقول كلمتين، هو خلاص اللي حصل حصل يعني، بس ده المفروض شخص زي ده كان يتساب من الاول. يعني حتى لو انتوا كنتوا كاتبين الكتاب، حتى لو يوم الفرح ده كنت تسيبيه، علشان واحد زي ده اتكلم مع ابوكي مع والدك باسلوب زي ده، رد عليه رد زي ده، كان بيتصرف معاكي التصرفات بشكل زي ما حكيتي ان هو يتشنك وعصبي وشكاك وخاين. ده شخص مريض نفسي لا يؤتمن، مش هيتغير. ده صدقيني مش هيتغير، مهما اعتذر، مهما صالحك، مهما رضاكي، مهما قالك انا هتغير، اديني فرصه، اديني اتنين. انت شخطتي له انا شايفه اكتر من 15 سنه يعني. آه هو اصلا ما يستحقش فرصه، مش هيتغير صدقيني. انا بقولك انفجي بجلدك انت واولادك، لمي المتبقي منك وروحي عيشي في بيت اهلك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك بزوج تاني. مش عايزه تتجوزي تاني براحتك، بس ده ما ينفعش تعيشي معاه، ده بني ادم مريض نفسي. انا ما برجحش الطلاق ابدا في اغلب المشاكل اللي بتيجي هنا على القناه، بس ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعني ساعات الدنيا بتسود في وشنا، ما بيبقى لهاش حلول غير الطلاق. ده ما بيخافش ربنا، ما بيحترمش حد، ما فيش صله رحم بينه وبين اهله، حياته حرام في حرام، كل شويه ضربك ومبهدلك. يعني انت كده انت بتعذبي نفسك حرفيا. ده رايي من وجهه نظري، وطبعا مستنيه راي الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا هنا فيديو تكتبوا راي حضراتكم في التعليقات عشان صاحبه المشكله كده تقدر تستفيد وتختار الحل المناسب لمشكلتها. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من مشكله النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.